يا ندى عاوزين ناكل حاجه زي اللي بنشوفها في المحلات، فقررت اعمل لهم السويس رول او الرول كيك. احلى حاجه في الطريقه دي ان مقادير الكيك قليله جدا وبسيطه ومن غير ما نستخدم محسن جل في الكيك، وهيطلع اخف كيك ممكن تاكلوه. مبدئيا لازم تقراوا كل المعلومات والمقادير اللي انا كاتباها تحت عنوان الفيديو. هنحتاج 4 بيضات بحراره المطبخ وفصلت الصفار عن البياض. هنجيب الصفار نحط معلقتين من السكر وفانيليا ونقلبهم لحد ما اللون يفتح شويه. هننزل 5 معالق من الزيت ونقلب. بعد ما نخلطهم كويس هنحط 5 معالق من الحليب ونقلبهم كويس قوي. انا مستخدمه الاكواب المعياريه، هتلاقوا كل المكونات بالظبط. اخر حاجه هنحط نص كوبايه من الدقيق ورشه من الملح ومعلقتين كبار من النشا، وهنسيب الخليط ده على جنب بعد ما قلبناه. بعد كده بنجيب بوله تكون نظيفه وناشفه تماما من الميه، نحط فيها البياض ورشه بسيطه من الملح ومعلقه صغيره من الخل، ونقلب كل ده مع بعض لحد ما القوام يبدا يظهر معاكم ويعمل فقاقيع كده. هننزل 3 معالق من السكر بالتدريج لحد ما نوصل للقوام الكريمي او قوام المرنج. بعد ما وصلنا للقوام ده هناخد جزء من البياض نخفف بيه قوام الصفار، وبعد كده نقلبهم كلهم مع بعض لحد ما نوصل للقوام ده. هنحط خليط الكيك في صينيه فيها ورقه زبده ومدهون عليه زيت، وبعد كده ندخله الفرن يكون سخن قبلها على حراره 180 لمده 12 دقيقه، وما ياخدش اكتر من كده علشان الكيك ما ينشفش معاكم. الكيك وهو سخن كده لازم نطلعه من الصينيه ونشيل ورق الزبده، بعدين نلفه بورق زبده نضيف او بفوطه نضيفه وندخله التلاجة على ما نحضر الكريم. استخدمت كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، معلقه كبيره من بودره الكاسترد، 4 معالق من السكر على حسب الرغبه، وكوبايه من الميه المتلجه، وقلبت ده كله مع بعضه. هنجيب الكيك ونفرده ونحط طبقه من مربى الفراوله اختياري، بس بتدي طعم حلو قوي ومزازه حلوه مع الكريمه. ونغطي الكيك ده وندخله الفريزر لمده ساعتين 3. المهم يطلع يكون متماسك او جامد علشان نعرف نقطعه. بعد ما طلعته من المجمد قطعته وسويته. بالمناسبه عملت واحد شوكولاته وواحد فانيليا. افكار التزيين هكتبها لكم مع المكونات، لازم تقرأوها كويس. جربوه بالهنا والشفا.